عاملين ايه؟ طبعا انا نزلت لكم امبارح حلقة عن المسلسل حكاية بيتنا. يا جماعة ببص كده على اليوتيوب لقيت بنات كتير قوي بتعمل المحتوى بتاعي، وكمان بيقولوا ان في لعبة نازلة جديدة. طبعا يا جماعة لازم ان انا كنت انزلها واجربها وكده. اللعبة عجبتني جدا قوي، وبجد تحفة 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 اللعبة، بجد تحفة قوي. والاشخاص نفسها تحفة، واللبس وكمان البيوت وكل حاجة تحفة. فتعالوا اقول لكم عن اللعبة. بس مبدئيا كده هي اللعبة من بره عاملة كده، تمام. وهنيجي في الجنب التاني، انا بس حطيت هنا بيت، المكان ده بيبقى فاضي، وان انتم مفروض ان انتم تحطوا هنا، تتكوا كده على علامة الزائد دي. المفروض ان انتوا لما تتكوا على علامة الزائد ديت هتلاقوا الشخصيات اللي انتوا عايزينها، تمام. دي كده اول حاجة. طيب لو اتكينا على ديت، تمام، هنتكى كده عليها اللي هي موجود عليها اسم اللعبة، هيجيلنا المكان ده. بصوا يا جماعة عجبني قوي يعني الحركة اللي هم عملوها دي. بصوا هنا كل الحاجات دي تقدروا ان انتوا تاخدوها عندكم في البيت. بصوا كل الحاجات دي مجانا، تمام. بصوا كل ده هقول لكم ازاي دلوقتي، ويلا بينا هنجرب دلوقتي تجربة. اما دوت يعني عمالة على ما اقطع ده كده بفلوس، تمام، مش مجاني. مثلا هنختار البيت اللي هو مثلا، هنختار البيت ده، هنتك عليه وهيجيلنا علامتين، العلامة اللي هي الزرقاء ديت والعلامة اللي هي الزائد ديت، تمام. فهنتك على علامة الزائد دي، والمفروض هو عامل لك علامة تتكي كده، وهو صمم لك البيت بنفس كل حاجة جواه. هنتك عليه عشان المفروض ان احنا هنخشه، يعني هنتك هنا. هو دلوقتي بقى بيصممه علشان احنا نقدر نخشه يعني. هنتكى كده هيجيلنا البوكسات دي، في بوكسات كده بتجيلنا اهي. البوكسات دي انت بتكسبي الحاجات ديت مجانا، بتبقى معاكي يعني. انا قبل ما افتح الفيديو، تمام، شغلت اللعبة وكده، وجالي بوكسات شبه ديت، وبوكس للبيبيهات، وهدوم لبس اللي هي بتاعت الحوامل، تمام. بصوا بيتكسبوا الحاجات دي. هنتكى بقى على البيت عشان نخش نشوفه. بصوا يا جماعة، بصوا البيت تحفة ازاي بجد. يعني اللي صمم البيت ده بجد صممه تحفة جدا جدا يعني. بصوا كده. طيب تمام، وهنمشي شوية. هنا في شجرة فيها تفاح، وهنا عصافير، مش عارفة ده تفاح ولا طماطم. المهم هنمشي شوية كده. هنا بقى بصوا يا جماعة تحفة، بصوا تحفة قوي، بجد تحفة تحفة. هنا ده مكان كده حاطين فيه الاسماك، وهنا بصوا الكنب. انا بس عايزه اوريكم مختصر كده الفيديو عشان لسه هعمل لكم بيت. وبصوا الشخصيه تحفه قوي. بصوا هنا يا جماعه المكان عاجبني قوي قوي. بصوا التلاجة، يعني تقدروا، قصدي ان الناس بتعمل بيوت يعني وكده، وانتوا تقدروا ان انتوا تاخدوها منهم. بصوا يا جماعه بجد البيت تحفه قوي قوي قوي. هنمشي شويه كده. هنا حاطين كمبيوتر حلو قوي، برضه شكله جميل. بصوا بقى هنا مثلا انا بجرب لكم الكلام اللي هما بيتكلموه. بصوا الحركة دي مثلا، بجد يا جماعة عجبني قوي الشخصيات. وغير الشخصيات كمان عاجبني حاجات كتير قوي في اللعبة بجد يعني. اتمنى ان افاتار وولد تجدد حاجات في اللعبة. طيب دلوقتي بقى تعالوا اخدكم للمكان اللي انا مفروض هصمم فيه البيت، وتعالوا اوريكم تصميم البيت بتاعي. بس قبل ما اوريكم التصميم اللي انا هصممه في البيت، تعالوا اعرفكم كام حاجة. دلوقتي كده انا عرفتكم ازاي ان انتم تجيبوا بيت اللي هو يكون جاهز، وان انتم بس تجيبوه تحطوه في المكان. يبقى احنا قلنا ان احنا هنتك على الدايرية ديت وهنجيب البيت زي ما احنا قلنا. طيب تمام. دلوقتي مثلا لو انا عايزة هعمل بيت، فهتك على الشاكوش دي، وهتك في اي مكان من هنا مثلا ده. اول حاجة اللي هي اللي مكتوب عليها اسم اللعبة، تمام. دي لو اتكينا عليها المفروض ان هي، بصوا انا اتكيت لكم عليها اهي. دي المفروض ان هي هتجيب لكم بقى الحاجات اللي انتم يعني الامكنة اللي انتم ممكن تاخدوها في بيتكم كده يعني، فاهم. طيب تمام. وعلامة الشاكوش دي اللي احنا بنتك عليها كده، وبيجيلنا البيوت دي. وبرضو في بيوت هنا اللي هي الفيلل دي تقريبا، وهنا دي محلات، تمام. وهنا ديت اللي هي يعني مكان جنينة حاجة كده يعني. فهنتك هنا. انا مثلا هجيب البيت اللي هو، هجيب مثلا، هجيب ماشي، هجيب ده
او ده، هجيب ده وهتك عليه في علامة الصح. بصوا بقى البيت اولا كده هو فاضي طبعا، مفيهوش بس غير الشجرة دي، وهنا حاطين يعني حاجات اللي هي البسيطة اللي المفروض بتكون محطوطة. طيب تمام، هو البيت شكله صغير صح كده؟ انا افتكرت هنا في مكان تاني، طلع مفيش. طيب ماشي، هو البيت صغير اوي، انا افتكرته كبير عشان ادواره كده ماشي. احنا مثلا هنعمل مثلا هنعمل شقة صغيرة. تمام، هنتك مثلا على الشاكوش ده برضو. احلى حاجة ان في حاجات كتير قوي مفتوحة. طيب بصوا بقى، هنا المفروض ديت الالوان اللي احنا بنختارها، ان احنا مثلا نحط اللون دوت هنا مثلا كده يعني. هنا اهو، بصوا ممكن مثلا نحط اللون ده. تمام، ومثلا هنا هنحط مثلا، يعني انا بوريك كده مثلا، وهنيجي هنا بقى. بصوا كل حاجه يا جماعه متاحه، وبجد حاجات كتير قوي، وبجد اللعبه عجباني قوي قوي قوي. هنا ده مطبخ، هو تقريبا مطبخ او مش عارفه، دي دولابات. هنجيب الكنب. انا بقول لكم مثلا هنعمل حاجه بسيطه قوي، يعني فاهمين قصدي، حاجه صغيره قوي. هنحط مثلا الكنبه دي كده، هي صغيره بس ماشي يعني. اوه ايه ده يا جماعه، ده بيلونوها، الله، تحفه 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 بجد. هو انا هخلص خالص البيت كله وهوريهولكم في الاخر. هنا قلت ان انا هعمل الشقه بس عشان هي صغيره، فقلت ان انا اعملها بسرعه عشان اصور لكم الفيديو. هنا انا عملت الديكور ده كده اول ما نخش يعني من الباب. حطيت هنا كرسي، وهنا حطيت كده شبه ترابيزه، وحطيت عليها الشجره دي، وهنا حطيت برضو شجرتين على الارض، وهنا ده المفتاح بتاع الشقه، وهنا ده شباك صغير حطيته. طيب هنمشي شويه كده كمان، هنلاقي هنا حطيت التلفزيون، هنا حطيته هنا كده. بصراحه يا جماعه ملقتهوش مكان، قلت ان انا اعلقه، يعني في تلفزيون بيتلزق في الحيطه، قلت لا مش هحطه. حطيت برضو السجاده دي، وحطيت الترابيزه دي. دورت كتير قوي على ترابيزات ملقتش غير دي بس اللي هي شكلها حلو. وحطيت الكنبه دي، وحطيت الشجره ديت كده ورا، وحطيت الستاره دي. هو ديكور هادي قوي قوي، بس انا عملت حاجه على السريع عشان بس حبيت ان انا اوريكم يعني وكده. كمان البيت صغير قوي يعني، صغير جدا. وهنا بقى دي الأوضة المفروض بتاعة البنت، حطيت هنا ده كرسي حطيته، وهنا السرير، وده الدولاب برضو. عجبتني اوي الأوضة دي، مع ان هي يعني ما فيهاش ديكورات قوي يعني، ما فيهاش حاجات كتير، بس هي شكلها عجبني يعني. حطيت السجادة ديت كمان، وكمان حطيت العلاقات دول اللي هم بيتحطوا. وحطيت برضو المج ده اللي هو فيه شجرة. وهنا برضو حطيت برضو، بص عليها شكلها حلو قوي يعني. تمام، بس كده هو كان فيديو صغير قوي، بس يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا كمان في القناة، عشان ده بيحمسني قوي ان انا انزل فيديوهات. واكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه، او مثلا عايزين مسلسل ايه، او عايزين فكريات ايه، تحدي ايه اعمله في اللعبة. شوفوا انتوا عايزين ايه واكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا هعمله لكم الفيديو الجاي.